إيه يا جماعة الخرا ده يا جماعة؟ إيه يا جماعة ده مش معسكر استعداد ده يا جماعة، ده معسكر زفت على دماغ اللعيبة. الزمالك لعب 6 ماتشات مع فرق الله أعلم هي، أنا أصلا أول مرة أسمع عنها. يعني أنت عامل معسكر تستعد للدوري، تروح تقابل أورنج ورع والشمس، إيه الأسامي دي؟ طبعا يعني كل الاحترام والتقدير لكل الفرق دي، بس أنا ما أعرفش مين الفرقة دي. يعني الأهلي مثلا راح لعب في تونس ماتشين تقال، رزع 9 تجوان جه هنا في مصر لعب انبي، فرقه برضه في الدوري بتلعبه ساعات، هيلاعب بتروجيت مش عارف ايه، بيلعب فرق بشوفها، بيلعب فرق ممكن تقابله في الطريق. لكن انت رحت تلعب لي ايه؟ رحت لعبت لي اورنج كسبتها 1-0 بالعافيه، قابلت لي فرقه اسمها رع كسبتها 1-0 بالعافيه. رحت قابلت الشمس اترزعت 4 تجوان دخلوا فيك وجبت 5 تجوان، 4 تجوان يخشوا فيك من الشمس. انا ما اعرفش الشمس دي بتلعب اصلا درجه كام، دي ده درجه كام دي؟ وادي دجله رزعتك على عينك، وادي دجله اللي ممكن رزعتك على عينك 1-0. قابلت غزل المحله 2-1 ماتش ضيق، 2-1 عارف يعني ماتش قريب قوي من بعضه. تروح تقابل بروكسي تخسر 3-1، بروكسي اللي بتلعب في الدرجه الثانيه. ده ايه الخرا ده؟ ده انتوا لو عايزين تقولوا للفرق اللي انتوا هتقابلوها في الدوري ادونا على دماغنا، احنا فرقه بنتهلهل، مش هتعملوا كده. ده مش معسكر استعداد ده للدوري يا جماعه، ده معسكر هلهله. انتوا اتهلهلتوا، انتوا داخلين كده بتقولوا للفرق احنا فرقه بنتهلهل من اي حد، احنا فرقه فاضيه. تعالى وانزل وخلي الثقه معاك وانزل ادينا على دماغي ادينا على عيني. حاجه يعني تحرق الدم. جاي في 6 ماتشات جايب 10 تجوان وداخل فيك 9، ايه يا عم الخرا ده؟ انت داخل جمعيه؟ يعني مش فاهم. حسب الله ونعم الوكيل والله في الفرقه الغم دي.